السلام عليكم. هيدا بالضبط يلي ضل من كيلو السمسم يلي أخدنا منه بس ربع كيلو، وعملنا منه مرطبانات الطحينة هيدي مع مرطبان إضافي وقالب حلوي 750 جرام وزنه، ولا أشهم من هيك ولا أطيب. بتصدقي إن عملتهم؟ إيه صدقي، لأنه هلأ رح نعملهم سوا ورح ورجيكي كيف أنظف وأطيب حلاوي وطحينة زي أنظف المصانع يلي بنشتريها منا بأسعار للأسف صايرة بهالأيام خيالية، يعني فعلا مش عم نقدر نشتريها. حتى رح ورجيكي كيف من الربع سمسم عملناها بطريقة بسيطة وبتكات جدا جدا سهلة. ركزي معي بس بالفيديو تورجيكي كيف أحصلنا عليها، وبسم الله يلا نبدأ سوا. أنا استخدمت 3 كبايات سمسم، ببلش إني حمصهم بهيدا الطريقة على المقلاية وببدأ أطحنهم بالمولينكس أو محضرة الطعام. وطبعا نحن بنحمص السمسم لسببين: أول شي بتصير طعمته أطيب، وبعدين بيصير أسهل طحنه بالمولينكس. أنا هون كنت طحن كبايتين من قبل، استغليت وجود الكهرباء عندي بالبيت طحناهم كلياتهم. هلا كيف بنطحن؟ بنشط الكميه بقلب المحضره، وبنصير كل شوي نحركها ونقلب اللي من تحت اللي لسه ما مطحون منيح من قلبه لفوق، وبنفحص قوامها. بس نحس قوامها زيت معي وصارت طريه كتير كتير، فبيكون صارت جاهزه. وهون أنا وصلت للقوام اللي بدي إياه، وصارت تقريبا بتشبه الطحين. طبعا الطحين هو ذاته الدقيق. بلش إني فضيها جاطة. هلا انا هون ما عندي خلاط، استخدمت بريق عادي، بريق بلاستيك، وبالهاند بلندر حطيت على الطحينة رشة ملح وكباية زيت، كباية المعيارية كباية واحدة. بدي لكم كل 3 كبايات سمسم بياخدوا معكم كباية ونص زيت، هيدا عيار مزبوط ودقيق، حاولوا تلتزموا فيه. بلش اني اطحنها وافحص قوامها كل شوي. الكباية الزيت الاولانية حطيتها انا مباشرة، ورجعت بعدين صرت ضيف النص كباية الثانية شوي شوي، وضفت كمان معلقة طحين تتجانس معي الطحينة تطلع كلها قوام واحد، وما يفصل عندي الزيت اللي حطيته عن باقي الخليط. وهون أنا كنت عم بستخدم المعلقة تأضمن إني أوصل لآخر البريق وأتأكد إنه كلياتها تجانست مع بعضها. لاحظت هون إنه لسه بدها شوي صغيرة، كفيت، كانت لساتها جامدة، كفيت بالهاند بلندر وبلشت إن أضيف نص كباية الزيت، نص كباية الزيت الثانية اللي قلت لكم عنها بالتدريج. بحط شوي وبطحن، وبحط شوي وبطحن تنوصل لقوام الطحينة اللي بدنا إياها، وتطلع عنا أطيب طحينة ما رح تفصل معكم هيك. هلأ كلنا عم نلاحظ مرطبانات الطحينة اللي عم نشتريها من السوق، أول ما بكون في طحينة بتكون فاصلة. فبهيدي الطريقة نحن حصلنا على طحينة صنع إيد وطيبة ولذيذة. وأنا هون وصلت للنهاية، الطحينة صارت جاهزة. شوفوا قوامها كيف، بعبيها بمرطبانات وبسكرها كتير منيح بإحكام. خليت شوي عندي بالبريق، رح استخدمهم هلأ بالحلاوة مباشرة. تقريبا عطتني 3 مرطبانات صغار. للحلاوة رح بلش إنه أضيف كبايتين حليب بودرة، أي حليب بودرة عندكم بيمشي، وطحنت كباية سكر ضفتها فوق الحليب، ونزلنا الطحينة. أخذت معي كباية ونص طحينة، الكباية المعيارية طبعا. وهون كان عندي شوية فستق فول سوداني بالمصري، حطيتهم للحلاوة، استخدمتهم بيعطوا طعمة كتير طيبة. وكمان على جنب جبت علبة بلاستيكية، حطيت فيها ورقتين زبدة بهالطريقة هيدا، لأني رح أرجع أغلف فيها الحلاوة، وحطيت فيها شوية فستق حلبي. هلا رح أشرح لكم كيف بلشت عجن فيها الطحينة اللي معي الكباية ونص. أنا صرت نزل فيها كل شوي، نزل وحرك نزل وحرك، وآخر شيء صرت أعجنها بإيدي. أكيد مش رح نكفي بس بالمعلقة، رح نعجن بالإيد. بدك تاخد معكم شوية وقت بالعجن لحتى تحسوها صارت متماسكة مع بعضها وشادة حالها. وبمجرد ما وصلنا لهيك قوام، حطينا معلقتين قطر وكفينا فيهم العجن. طبعا إذا ما في عندك قطر هي بلاها، بس زودي شوي عيار الطحينة. وهون صارت عندي جاهزة الحلاوة. ببلش أني أحطها بقلب العلبة،
بهي الطريقة بدي رصها كتير منيح أول شي بإيدي، بعدين بس أضمن إنه جلى السطحة كلياته وصار بنفس المستوى. بجيب عندي حيلا شي مثل معلقة بلاستيكية، مثل غطا مثلا، إذا عندكم غطا أي شي مسطح بفوت بالعلبة بنستخدمه ومنجلس فيه السطح ومنضغطه كتير منيح تيمسك بعضه البعض بهي الطريقة اللي شايفينها قدامكم. وبطوي الورقتين على بعضهم وبجيب نفس العلبة هي ذات نفس القياس بفوتها فيها وبشد من كل حالة بقوى ما عندي تأضغط الحلاوة، وبجيب أي شيء بتقل عليها. أنا كان عندي هون مرتبان هيدا مربى القرع كتير تقيل بسم الله، حطيته فوق منه وتقلت عليه وتركته، وبرجع بحطها بالبراد ليلة كاملة. وأنا خلصت لهون، بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. إذا عجبكم تشتركوا بالقناة وتتركوا لي لايك حلو، وشكرا كتير لاستماعكم، وبنلتقى إن شاء الله بوصفات تانية.